نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك المال والعيال وزينة الحياة الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا. والنبي يربط الإيمان وأوسط عرى الإيمان أن يكون النبي أحب إليك من جنبيك، من مالك، من نفسك، من أهلك، من ولدك. النبي أيها الأحبة الكرام زكاه الله قبل أن يزكيه نحن، فوالله ما جملنا محمدا بحديثنا، ووالله ما زينا محمدا بكلامنا، فما أوتينا من فصاحة اللسان وما أوتينا من جمال البيان فلن نستطيع أن نعطي الحبيب حقه. فإنما نحن نزين مجلسنا بذكرنا للحبيب ونزين أنفسنا بالتحدث عن الحبيب. والله نزيد من مكانتنا رفعة، ذلك لرفعة النبي عند ربه ولرفعة قدره ولرفعة مكانته. انظروا إلى الله جل وعلا، الله جل وعلا يزكي حبيبكم في عرشه فيقول ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. يقول أهل الكفر والإلحاد نادوه بالمجنون، نادوه بالكاهن، نادوه بالكاذب. حاشا والله، الله عز وجل هو الذي يدافع عنه، قال ما ضل صاحبكم وما غوى. ثم يزكيه الله جل وعلا في بصره فقال ما زاغ البصر، ما زاغ البصر وما طغى. حبيبكم صلى الله عليه وسلم يزكيه الله مرة أخرى في صدره فيقول ألم نشرح لك صدرك. الله شرح له صدره. ثم يزكيه ربه في ذكره فيقول ورفعنا لك ذكرك. ثم يزكيه الله عز وجل في طهره فيقول ووضعنا عنك وزرك أيها النبي المطهر، أيها النبي الكريم، ووضعنا عنك وزرك. ثم يزكيه الله في صدقه فيقول جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما ينطق حبيبكم عن الهوى. حتى جاءه صحابي ذات يوم فقال يا رسول الله أراك أحيانا وأنت تغضب فهل أكتب عنك وأنت في غضبك؟ فقال اكتب عني كل شيء فوالله ما أنطق إلا وحيا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم زكاه الله في علمه فقال علمه شديد القوى، علمه الله جل وعلا. رباني ربي، أدبني ربي فأحسن تأديبي، صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. ثم زكاه الله في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وسوف نقف وقفات جميلة ولطائف كريمة مع رحمات النبي صلى الله عليه وسلم ومع لطفه بالمؤمن ومع لطفه بالنساء. نجده لطيفا بالأبناء بالأطفال نجده لطيفا حتى بالحيوانات، نجده لطيفا حتى مع الجمادات، صلى الله عليه وسلم. يا حبيبنا يا رسول الله، لا أود أن يكون بيننا في هذه الجلسة بخيل والعياذ بالله. فالبخيل هو الذي إذا ذكر عنده رسول الله فلم يصلي عليه. حاشا أن يكون بيننا هذا، صلى الله عليه وسلم. ثم زكاه الله في كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة في الأخلاق. من يريد تعلم الأخلاق فليتعلمها من مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلن يجدها في مدرسة أخرى والله. فكما قال الشاعر ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فكلما نادى الله أيها المؤمنين ويا أيها المؤمنون وجدنا الخطاب يباشر في أفئدتنا، وجدنا الخطاب موجها إلى قلوبنا، ونحن أمة محمد
محمد تلك الأمة التي بشرها حبيبكم فقال لن يخلد فيها أحد في النار إلا فاسق، إلا ملحد، إلا من يتقول أو يتكذب على الله وعلى رسوله. ولكن نأخذ البشارة العامة ونزفها إلى إخواننا وإلى آبائنا ونقول هذه الأمة فيها الخير فيكم وفي من بعدكم، الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة. هذه أمة الخير، هذه الأمة التي لن يخلد فيها أحد في النار، الأمة التي ترغب الناس في الدين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أيها الأحبة في الله، إذا تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدناه مثلا يحتذى به في جميع الميادين. كل نبي نستطيع أن نأخذ منه صفة ولا نأخذ منها صفات أخرى. لا نستطيع أن نتشبه بإبراهيم فنأتي إلى قوم يعبدون الأصنام فنهشم أصنامهم ونكسرها ونقول اسألوا كبيرهم هذا لم يفعله إلا إبراهيم. لا نستطيع أن نفعل كما فعل داود فنتزوج مئات النساء. لا نستطيع أن نفعل كما فعل هذا النبي وذاك النبي. كل نبي اختص بصفة معينة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا محمد بن عبد الله. قال خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وشرع لنا الدين من استيقاظنا من النوم إلى دخولنا بيت الخلاء إلى نومنا إلى سباتنا. فالدين هو منهج حياة، الدين هو الحياة. الدين ليس فرع، الدين ليس شيئا نضعه في قميصنا أو نضعه في الجيب. الدين والله إنه منهج حياة. لذلك نرى أنفسنا قد أصابنا الذل وأصابتنا المهانة واستحلنا الأعداء وأصبحنا قطعة مباحة. لماذا؟ لأن فرطنا في الكتاب وفرطنا في هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم وضيعنا سنته. فوالله لن يستقيم أمرنا ولن يرجع إلينا عزنا ولن يعطينا الله نصرنا حتى يرجع كتاب الله منهج حياة بيننا، وحتى يصبح هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الحياة بأكملها. فلنعد إلى هديه، فلنعد إلى سنته، فلنعد إلى قول ربنا الذي قال جل وعلا في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أحبتي في الله، إذا تحدثنا عن محمد بن عبد الله نجده أب، محمد أب، نجده هو أب وزوج ورب أسرة كبيرة. تزوج 9 من النساء وكان له 7 من الأبناء. انظروا هذا قسم، كان هذا في رئاسته في العائلة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل فينا تجد له رعية هو مسؤول عليها. هذه الرعية الأولى لنبينا نساء وأبناء ورعية كبيرة، نجده أب وزوج. ثم ننطلق فنستكشف أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو إنسان من طراز رفيع. كيف هو إنسان من طراز رفيع؟ كأنه ما خلق إلا ليزيل الدموع. حبيبكم صلى الله عليه وسلم كان بلسما للجراح، كان هو بلسم الجراح. كل من صلى على الحبيب يجد طمأنينة في قلبه، كل من ذكر الحبيب وجد سكينة في فؤاده. نجد أن الحبيب وكأن الله ما أرسله إلا ليبعث فينا طمأنينة، إلا ليزيل دموعنا. كأن حبيبنا ما خلق إلا ليزيل الآلام عن القلوب. انظروا إلى حبيبكم صلى الله عليه وسلم، كأنه ما خلق إلا ليسعد البشرية جمعاء. فتجده يقوم الليل بأكمله وهو يبكي والأرض تبتل بدموعه وهو يقول أمتي 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 أمتي. فينزل جبريل ويقول يا محمد إن الله سوف يرضيك في أمتك. هل بكينا نحن الليل؟ هل بكينا نحن المساء؟ هل بكينا نحن في الصلاة؟ هل بكينا في الدعاء؟ هل قلنا يا رب نسألك رؤيا رسول الله، يا رب نسألك رؤيته في المنام،
يا رب نسألك جواره في الفردوس. هل تضرعنا إلى الله؟ هل اجتهدنا في الصلاة عليه؟ قال فأكثر من الصلاة علي إذا كان من يوم الجمعة. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. كيف حالنا وكيف هي علاقتنا مع حبيبنا؟ هو يبكي ويقول أمتي أمتي. ها نحن الآن أمته. ماذا قدمنا لدينه؟ ماذا قدمتم لدينه؟ كل يسأل نفسه هذا السؤال. انظروا حبيبكم تلقى من ربه الوحي ليربط السماء بالأرض. أحسن رباط وأحسن وثاق لينزل إلينا وحي السماء وخبر الرب العلي وخبر الرب الكريم ليبشرنا بجنات عدن، ليقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فكلما ذكر الجنة نجدها ترن في أذن الصحابة فينسون ما بأيديهم، فينسون المال والعيال والقصور وينسون كل شيء ويقولون يا رسول الله الجنة يا رسول الله الجنة يا رسول الله. يقول نعم. هذا صحابي وهو داخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سارعوا هل من مشمر إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال يا رسول الله هل بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال نعم. فكان في جيبه 7 تمرات كانت فطورا له، 7 تمرات كانت غداءه وعشاءه. فأخذ هذه 7 تمرات، أكل الأولى وألقى بالنوى، وأكل الثانية وألقى بالنوى، وأكل الثالثة بسرعة وألقى النوى، ثم نظر إلى يده وتبقى في يده 4 تمرات، فنظر وقال والله إنها لحياة طويلة، حياة طويلة على الجنة. فألقى بالتمرات وانطلق إلى ساحة الميدان فقاتل وقتل وكان في الجنة، وذلك موعود المصطفى صلى الله عليه وسلم. رسولنا أيها الأحبة الكرام هو رجل سياسة أيضا، ولكن ليس كهذه السياسة الرخيصة، ليس كهذه السياسة المملوءة بالنفاق والشقاق وسوء الأخلاق والخدع، ليس كهذه السياسة. رسولنا كان رجل سياسة من طراز فريد ورجل سياسة من طراز علي. هو الذي أقام دولة، هو الذي أقام أمة عظيمة من فتات متناثر، فأصبحت هذه الدولة القوية مصدر رعب ومصدر خوف إلى أعظم مملكتين حينئذ، مملكة القياسرة ومملكة الكياسرة، وأزال هاتين المملكتين بإذن الله وبنصر الله وبموعود الله، فكان مؤيدا من عند الله جل وعلا. حبيبكم صلى الله عليه وسلم بنى بناء شامخا أسس دولة الإسلام، ودولة الإسلام هذه مات فيها من مات وسفكت فيها دماء من سفك، إلى أن وصل إلينا الإسلام غضا طريا، وصل إلينا الإسلام في صحف، وصل إلينا الإسلام في مجلدات، في كتب، ونحن متكئون وجالسون على أريكة. الإسلام بين أيدينا، فماذا فعلنا بهذا؟ أألقيناه وراء ظهورنا أم أخذنا ما بدأ به سلفنا ثم واصلنا الرسالة؟ هل واصلنا الرسالة؟ هل واصلنا الكفاح؟ هل واصلنا الدعوة؟ سؤال موجه إلى كل واحد فينا. حبيبكم أيها الأحبة في الله هو الذي ذل الأكاسر، وهو الذي قهر القياصر. والله إنه رجل غير مجرى التاريخ بأكمله في فترة لا تساوي في زمن البشرية جمعاء، في فترة لا تساوي في زمن التاريخ لا تساوي شيئا، في فترة وجيزة يغير التاريخ بأكمله، يعطي التاريخ بساطا جديدا، ويعطي التاريخ منهجا جديدا وأسلوبا جديدا وشرعا جديدا، وهو يربط الأرض بالسماء
بأحسن رضا وبأحسن وفاق. أيها الأحبة في الله، حبيبكم أيضا هو رجل حرب. نعم، هو رجل حرب من طراز أوحد، كان يقود الجيوش وكان يدبر ويخطط للمعارك. فانظروا لما انفضت الجيوش والجموع في غزوة حنين، قام رافعا سيفه في ساحة الوغى وميدان البطولة وميدان الشرف، ذلك الميدان الذي تصمت فيه الألسنة وتنطق فيه الرماح وتنطق فيه السيوف، فرفع سيفه وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان الصحابة يقولون: إذا اشتد الوطيس، إذا اشتدت الحرب واشتد الوطيس، كنا نحتمي برسول الله، كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، قبل أن ننتقل إلى وقفات مع الحبيب المصطفى، فلنتعرف أولا على الحبيب المصطفى. هو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر لوجب على أهل الزمان أن يذهبوا إليه، لوجب على أهل الزمان كلهم أن يذهبوا إليه وأن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن ينصروه. حبيبكم طاعته رحمة، حبيبكم طاعته هدى، حبيبكم طاعته نور من الله. حبيبكم إذا أطعتموه وجدتم نورا بين أيديكم، وجدتم نورا على أيمانكم وعلى شمائلكم، وجدتم نورا في الدنيا والآخرة. أطيعوا حبيبكم وجربوا هذا، ونحن لا نجرب مع رسول الله، بل نقول كما قال الأولون: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. محمد بن عبد الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد بن عبد الله أضاء الدنيا بنوره، أضاء الدنيا بنوره. لما جاء حبيبكم إلى هذه الدنيا، لما جاء حبيبكم إلى هذه الدنيا، خرج نور أضاءت له قصور الشام. لما جاء حبيبكم إلى هذه الدنيا، سقطت 12 شرفة من ديوان كسرى. حبيبكم لما جاء إلى هذه الدنيا، خمدت نار فارس، نار فارس بعد أن كانت تعبد طيلة 1000 سنة. لما جاء حبيبكم إلى هذه الدنيا، كان إنذارا من الله جل وعلا. جاء عصر النور وانقضى عصر الظلمة والضلالة، جاء عصر الهداية. هذا حبيبكم صلى الله عليه وسلم يشق التاريخ شقا. حبيبكم صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى هذه الدنيا، غلقت السماء، رسلت السماء، وجعلت السماء حرسا، وجعل على السماء شهبا، فما استطاعت الشياطين أن تقتبس خبر السماء وأن تسترق السمع، وكلما استرقت السمع وجدت لها شهابا رصدا. هذا حبيبكم لما أتى إلى الدنيا. فانظروا بعدما أتى إلى الدنيا وبعدما بدأ مسيرته، حبيبكم أيها الأحبة في الله، إذا تحدثنا عن عظيم فهو معلم للعظماء. نعم، إذا تحدثنا عن عالم فهو أستاذ للعلماء. أي عالم في هذه الدنيا لم يقتبس من علم الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولم ينل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتجرأ ويقول: أنا عالم؟ هيهات هيهات، اذهب أنت وعلمك. فحبيبنا هو أستاذ ومعلم العلماء. أيها الأحبة في الله، أيضا إذا تحدثنا عن أديب، إذا تحدثنا عن فصيح، إذا تحدثنا عن ناطق أوتي جوامع الكلم، نتحدث أيها الأحبة في الله عن مخرج للأدباء. حبيبكم هو الذي خرج الأدباء وخرج الفصحاء، كلهم تخرجوا من مدرسته، من مدرسة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا رجال، يا شباب، يا أمة كانت ضائعة قبل الإسلام، هو الحديث اليوم عن رسول الإسلام، عن رسول خير الأنام، عن رسول ربنا العلام، حديثكم عنه صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، يجب أن نعلنها استقامة من جديد، يجب أن نعلنها أننا اليوم نعود إلى القدوة الطيبة والمثل الأعلى، إلى
ذلك النبراس الجميل، إلى تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفروعها في السماء، إنه حبيبكم صلى الله عليه وسلم. أما سؤالي إليكم أيها الأحبة في الله، هل حقا نحن نحب رسول الله؟ هل نحب رسول الله؟ أحبتي في الله، قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هل أيقظتم هذه الآية؟ هل وقفتم يوما مع هذه الآية؟ النبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا، لذلك كان لزاما أن يكون خير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة أيها الأحبة الكرام نريد أن نرددها كلمة واحدة إلى أن نصل إلى بيوتنا، إلى أن نصل إلى فروشنا. يجب علينا أن نرددها كلمة واحدة لا تفارق لساننا: إني أحبك يا رسول الله، نحبك يا رسول الله، نحبك يا رسول الله بكل ما تعني الكلمة من حب. نحبك يا رسول الله، نتبع سنتك. نحبك يا رسول الله، لا ندعي الاتباع. نحبك يا رسول الله، نسير على خطاك. يا رسول الله، نحبك، أقتدي بسلوكك. نحبك يا رسول الله، أقتدي بأخلاقك. يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم: وإن أدناكم مني أو أقربكم مني منزلة يوم القيامة من؟ قال: أحاسنكم أخلاقا. وقال: وما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق. هذه الأمة شعارها الأخلاق، هذه الأمة شعارها الأخلاق. يا أمة الأخلاق، ضاعت الأخلاق يا أمة الأخلاق. يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة. من ماذا؟ صلاة، تهجد، قيام، جهاد، زكاة، حج. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. أيها الأحبة الكرام، أريدكم أن تتخيلوا معي لو وكل واحد فينا يتخيل نفسه أنه كان رجلا صالحا، ونسأل الله أن نكون من الصالحين، إنه كان رجلا صالحا، كان مقتفيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان مقتديا به ومقتفيا أثره ومستنا بهديه، ثم توفاه الله على هذه الحال. وقال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: يبعث المرء على الحالة التي مات عليها، ثم يتوفاه الله على الصلاح، يتوفاه الله على السنة، ويتوفاه الله على الاستناد والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. توفاك الله ومكثت ما مكثت في قبرك، ثم جاءت النفخة وقام الناس كلهم، ونحن الآن نقف على الصراط، وأنت الآن ترى من بعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنادي بأعلى صوت: يا رسول الله، يا حبيبي يا محمد، يا رسول الله. وتجد أن الكل يقول: يا رب سلم. تجد أن الخليل إبراهيم يقول: يا رب سلم. تجد موسى يقول: يا رب سلم. تجد عيسى يقول: يا رب سلم. وتجد الأنبياء والمرسلين الكل يقول: يا رب سلم. فيقولون: اليوم غضب ربي غضبا، يقولون: يا رب سلم. وتجد الناس يبحثون على من يكون له شفيعا، على من يكون له واسطة بينه وبين الله، لعلهم يحوزون شفاعة ويظفرون بهذه الشفاعة فيدخلون إلى الجنة. ثم يشير موسى عليه الصلاة والسلام على نبينا
فيقول عليكم بمحمد بن عبد الله. اذهبوا إلى محمد بن عبد الله فتجد النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليكم ويقول أنا لها أنا لها أنا لها، ثم يخر ساجدا بين يدي ربه فيلهمه الله بمحامده ويسبح الله ويذكر الله، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وسل ضعفك واشفع شفع. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا هو المقام المحمود، هذا هو المقام المحمود الذي قال لكم اسألوني الوسيلة بعد كل أذان. من قال حينما إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة وجبت له شفاعة يوم القيامة. وأنت الآن واقف في هذا الحشد، وأنت الآن واقف في هذا المشهد العظيم، وأنت الآن واقف بين يدي الله جل وعلا. هذا اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، هذا اليوم الذي تضع كل ذات حمل حملها، هذا اليوم الذي ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، هذا اليوم الذي كل إنسان يبحث على حسنة، فأمك لا تعطيك هذه الحسنة، وأبوك لا يعطيك هذه الحسنة، وأخوك لا يعطيك هذه الحسنة، وطفلك وفلتك وكبدك لا يعطيك هذه الحسنة، فلا تجد ملجأ. فترى النبي صلى الله عليه وسلم ترى فيه النور، ترى فيه الشفاعة، ترى فيه الملجأ الوحيد حينئذ. فتقول يا رسول الله يا رسول الله أنا يا رسول الله أنا يا رسول الله اسمي صالح أو اسمي محمد أو اسمي فلان، أنا يا رسول الله جئتك على الموعد يا رسول الله يا رسول الله. وتجد النبي صلى الله عليه وسلم جالس على الحوض، ويجلس حذو النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ويجلس إلى جانبه أبو بكر عثمان، ويجلس إليه علي، ويجلس عمر، وتجد المبشرين بالجنة والفضلاء وأحبابه تجدهم يجلسون إلى جواره وهو جالس على الحوض. وكل من يرد هذا الحوض يسقيه النبي شربة من يده الشريفة، شربة من يده الكريمة. نسأل الله أن لا يحرمنا هذه الشربة، اللهم آمين. فتقول كل من يشرب هذه الشربة فلا يظمأ بعدها أبدا في هذا اليوم الذي يشتد فيه الحر وتزل فيه الشمس من الرموز ويطول فيه الزمان فيكون 50,000 سنة مما تعدون. فتقول يا رسول الله أنا اتبعت سنتك واقتديت بك يا رسول الله، يا رسول الله جئتك من بلدان، يا رسول الله جئتك من القرن 21، عشت في سنة 2013، جئتك من تونس يا رسول الله، صبرت على المعاصي يا رسول الله، صبرت على الفتن يا رسول الله، اعتزلت كل هذه الفتن يا رسول الله، ابتعدت عن كل ما يغضبك يا رسول الله، دعوت إلى الله، دعوت إلى الإسلام يا رسول الله، يا رسول الله أنا حفظت القرآن كما قلت لنا، يا رسول الله كنت أقوم الليل، يا رسول الله كنت أفعل كما تقول، يا رسول الله كنت أبحث عن كل سنة أعملها لعلي أتقرب بها إليك يوم القيامة يا رسول الله، يا رسول الله أنا ائتمرت بأمرك يا رسول الله، كنت عند موعدك يا رسول الله، وأنت تنظر وأملك الوحيد هو رسول الله، فيدنيك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتضنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله يا رسول الله الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنت لأهتدي، الحمد لله الذي بلغني جوارك يا رسول الله. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم خذ شربة من يدي، ابدأ بهذه الشربة فلن تظمأ بعدها أبدا. فيقول أرأيت يا صالح، أرأيت يا محمد، أرأيت حين ابتعدت عن الربا، أرأيت حين ابتعدت عن النميمة، أرأيت حين ابتعدت عن الغيبة، أرأيت حين ابتعدت عن الفجور، أرأيت حين ابتعدت عن مجالس المعصية،
أرأيت حين صلت رحمك، أرأيت حين أحببت وبررت والديك، أرأيت ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفك بالأعمال الصالحة، بالأعمال التي نرتفع بها في الجنان، فتقول يا رسول الله عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، وأنت تفتخر بأعمالك الصالحة، فيقول هذا هو جزاؤك، هذا هو جزاؤك، أنت الآن إلى جواري، أنت الآن إلى جواري، الآن أستطيع أن أشفع لك عند ربي، الآن أستطيع أن أسأل لك الله جل وعلا أن يدخلك الجنة وأن يحشرك إلى جواري. أما الآخر والعياذ بالله فيأتي من بعيد ولا يرى أمامه نورا سوى النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي وهو يركض ويقول يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، كلمات حفظها لكن أين العمل؟ يقول يا رسول الله أسألك الشفاعة يا رسول الله، اشفع في يا رسول الله، يا حبيب الله، يا حبيبي يا محمد، وهو يدنو، وحبيبكم صلى الله عليه وسلم يعرفكم من بعيد، فيقول أمتي 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 يدنو أمتي أمتي، فتأتي وأنت تركض، ولكن وخيبة الأمل تعترضك ملائكة فتشق طريقك وتحول بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقول ماذا تريدون مني؟ ماذا تريدون؟ ابتعدوا، أريد شفاعة حبيبي. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما لكم أمتي أمتي، فتقول الملائكة يا رسول الله لا تدري ماذا أحدث بعدك، يا رسول الله اتبع الفجور، اتبع الزنا، تعامل بالربا، يا رسول الله كان يتنقل بالنميمة، يا رسول الله كان يتنقل بالغيبة، يا رسول الله كان يضيع الصلاة، يا رسول الله كان يتهاون مع أوامر الله، يا رسول الله كان لا يعظم أوامر الله، يا رسول الله فعل وفعل وفعل. فيقول حبيبكم والعياذ بالله سحقا 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 سحقا، نعوذ بالله أن نكون من أصحاب هذا الحال، ونسأل الله أن يجعلنا من حال أولئك الأبرار الصديقين الأوابين، وحسن أولئك رفيقا. يا رسول الله نسأل الله أن يجعلنا ممن يشفع فيهم حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم من يتمنى أن يكون مكان هذا الذي يعطيه النبي شربة من يده؟ كلنا نتمنى هذا، لكن أحبتي في الله العمل، أحبتي في الله. الله جل وعلا في أكثر من موضع في القرآن يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بادروا بالأعمال الصالحة، سابقوا إلى الأعمال الصالحة، سابقوا إلى الأعمال الصالحة. يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، فلماذا العبود؟ أسنانك ليست بعورة، أسنانك ليست بعورة، ابتسامتك صدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ماضي الأذى عن الطريق صدقة، ابتسامتك صدقة، ويعطينا أمثالا في الصدقات. ثم يأتيه رجل، وأسئلة الصحابة كثيرة، وتلك حكمة من عند الله جل وعلا. يقول يا رسول الله وإن لم أستطع فعل كذا ولم أستطع فعل كذا ولم أستطع فعل كذا وأريد يا رسول الله الصدقات. انظروا إلى حبيبكم ذلك الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، قال إن لم تستطع فعل أي شيء من هذا تكف أذاك عن الناس ولك بهذا صدقة. صلوا عليه. انظروا إلى سماحة الإسلام، انظروا إلى هذا الدين الحنين، انظروا إلى هذا الدين الجميل. هذا هو الدين الذي دخل صناديد الكفر من عبادة للأصنام لما رأوا هذه النسخة الفريدة من الإسلام دخلوا في دين الله أفواجا، ولم يخرجوا من دين الله أفواجا كما نراه في هذه الأيام.
في هذه الأيام يصدقون بألسنتنا، ولكنهم يخرجون الناس من المساجد والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم مرت في يوم من الأيام جنازة ليهودي، فقام حبيبكم صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان دموعا وهو يبكي، فسأله الصحابة: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: نفس فلتت مني إلى النار. هذا هو كان دأب حبيبكم صلى الله عليه وسلم، يناديه اليهودي فيقول: يا رسول الله هذا ابني مريض، تعال يا رسول الله إلى جانبه، فيجده النبي يتوعد ويجده في سكرات الموت وهو طفل صغير، فيقول: يا حبيبي قل لا إله إلا الله. فينظر الطفل إلى أبيه فيقول له أبوه: أجب أبا القاسم، أجب أبا القاسم. فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتفيض روحه إلى السماء. فيقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذه هي الدعوة يا أحبتي في الله، هذه هي الدعوة يا أحبتي في الله. يروي أحد المشايخ وهو يتحاور مع بعض الشباب الذين أخذتهم الحمية، الذين أخذتهم الحماسة إلى الدين، لكن حماسة وحمية بدون حكمة، هذه تسيء إلى الدين. قال: ما رأيك في تفجير ملهى؟ ما رأيك في تفجير ملهى في بلد إسلامي؟ قال: هذا يجوز. قال: لماذا؟ شيخ شعراوي يا جماعة. نعم، شيخ متولي الشعراوي رحمه الله. قال: نعم. قال: كيف يجوز؟ قال: هؤلاء يعصون الله في بلد إسلامي. قال: إذن أقول لك شيئا آخر. قال: ما يريد الشيطان من الناس؟ الشيطان يريد من الناس الغواية وإخراجهم من طريق العبادة، ثم يريدهم إلى جانبه وإلى حزبه في النار. الله جل وعلا وعده بجهنم خالدا فيها، فهو قطع قسما على نفسه: لأغوينهم أجمعين، فيريد كل الناس معه في النار. الشيطان يريد الناس في النار، لذلك ينطلق بالغواية وينطلق بالوسوسة لكي يبعدهم عن طريق الله جل وعلا. إذن قال: أنت إذا فجرت هذا الملهى، هم إذا ماتوا على هذه الحالة أين يذهبون؟ يذهبون إلى جهنم. لماذا؟ لأن المرء يبعث على الحالة التي مات عليها. إذن أنت أعنته على الذهاب إلى جهنم، أعنت الشيطان عليه، أنت أعنته. قال له: إذن هدفكم وهدف الشيطان هو نفسه، هدفكم وهدف الشيطان واحد، تعينون الناس على الدخول إلى النار. وجدته على معصية، ارحم أخاك، ادعوه باللين بالحكمة والموعظة الحسنة. انظروا إلى حبيبكم، قال: نفس فلتت مني إلى النار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا، وليردن علي أقوام قال: أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول: إنهم من أمتي، إنهم من أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا سحقا لمن غير بعدي. أيها الأحبة الكرام، 63 سنة، 63 سنة بذل وجهاد، 63 سنة عطاء، 63 سنة تضحية، 63 سنة قتال في سبيل الله، 63 سنة مشقة وتعب وتعرض إلى الموت، 63 سنة كي ينتشر هذا الدين، كي يصل هذا الدين إلينا غضا طريا لا نتعب فيه أبدا. فلنعاهد أنفسنا ولنعاهد ربنا ولنعاهد حبيبنا من هذا المكان أن نجدد المسير وأن نجدد الطريق وأن نجدد النية مع حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب كل من حضر بنا نسألك يا رب أن تثبته على سنة حبيبك، ونسألك يا رب أن تحشرنا في زمرته مع المتقين والصادقين
والشهداء وحسن أولئك رفيقا. يقول المولى جل وعلا: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيها الأحباب الكرام، هل نحب رسول الله؟ أجدد السؤال. يجب أن يستقر السؤال في داخلنا كي تؤنبنا النفس اللوامة، لا تؤنبنا النفس الأمارة. النفس اللوامة يجب أن تؤنبنا. هل نحن نحب رسول الله؟ هل حبنا لرسول الله يفوق حبنا لأبنائنا، يفوق حبنا لأمهاتنا، يفوق حبنا لأجدادنا، يفوق حبنا للمال، يفوق حبنا للعمل؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أو يفوق حبنا لأنفسنا؟ يجب أن نسأل أنفسنا هذا. أحبتي في الله، يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم: من صلى علي 10 حين يصبح، ومن صلى علي 10 حين يمسي، ماذا أدركه؟ أدركته شفاعتي. يا من تبحث عن شفاعة الحبيب، صل عليه 10 حين تصبح، وصل عليه 10 حين تمسي. هل هذا بعسير؟ والله إن الأمر يسير. إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس حبا لي. يا من يدعي حب النبي ولم يفل من نبيه. قال: من أشد الناس حبا لي. قال: ناس يكونون معي يود أحدهم لو رآني بأهله ومالي. يا رب أبدلي بمالي وأهلي وعيالي بغية أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة. هل هذا الأمر فينا؟ هذا حديث الصادق المصدوق. اللهم إنا نشهدك إنا نحبك ونحب حبيبك. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب حبيبك. يا رب اللهم نسألك حبك وحب حبيبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب حبيبك. اللهم آمين. بكى النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فشاهده الأصحاب وقالوا: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: اشتقت إلى أحبابي، اشتقت إلى إخواني. فقال: يا رسول الله، أولسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: بلى. قال: لا أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم يأتون بعدكم آمنوا بي ولم يروني. النبي صلى الله عليه وسلم يبكي شوقا لنا. هل بكينا شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اسألوا الله واستعينوا بالله وقولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. تعوذوا من هذه العين التي أصبحت لا تسمع. جفت الدموع. لماذا جفت الدموع؟ لقسوة القلوب. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي القلوب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، ذوي القلوب القاسية. جاء فتى إلى معلمه فقال: يا معلم، أريدك أن تعلمني كيف أرى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تعال عندي وسوف أعطيك درسا كيف ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فخذوا هذا الدرس لعله ينفعكم فترون النبي صلى الله عليه وسلم. فوضع له عشاء، وأكثر في هذا العشاء الحار والملح، فعطش هذا الفتى عطشا شديدا، ثم وصى الآن أن لا يقدم له أحد الماء. ثم قال: إني عطش. قال: نم، وفي الصباح سوف أخبرك. فنام هذا الطفل، نام هذا الفتى، نام هذا الشاب، نام. ثم استيقظ في صلاة الفجر فقال له: تعال أخبرني ماذا رأيت البارحة.
قال رأيت السماء تمطر ورأيت الأنهار ورأيت شلالات ورأيت مياه في كل مكان ورأيت أودية. قال أنت رأيت هذا لأنك نمت وأنت عطشان للماء، فلو نمت وأنت عطشان لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنام وأنت تصلي على الحبيب، تصلي ركعتين وتمد يديك وتقول يا رب أسألك رؤية الحبيب في المنام، أسألك لقيا الأحبة محمدا وصحبه، كما قال سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه في سكرات الموت وهو يحتضر. قامت زوجته وهي تقول وكربا وويلا، بل قال لها بل وفرحان. قالت كيف؟ قال لها غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. هؤلاء ناس عرفوه من قريب فأعطوا الغالي والنفيس فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت كلمة تخرج من قلوبهم يقولون فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. كانت كلمة صريحة، كانت قولا وعملا، إلى أن جاء رجل من هذا الزمان حفظ القرآن وحفظ متون الحديث كلها، وكان يصوم وكان يتصدق وكان يقوم الليل وكان يصلي، فرأى في نفسه أعمالا كثيرة، فأراد أن يقارن نفسه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى عالم من هذا الزمان فقال له ما الفرق بيني وبين الأصحاب؟ قال كيف تقول هذا؟ قال أنا أحفظ القرآن وأتصدق بالأموال وأحفظ الأحاديث وأقوم الليل وأزكي وأحل وأعتمر فلبث هذا العالم لبث مليا ولم يجد إجابة له. فقال له ارجع في صلاة الفجر وسوف أخبرك، لعلي أجد حلا لمسألتك. ثم في صلاة الفجر بعدما نام جاء هذا الرجل وأخبر هذا العالم بمنامة عجيبة، فقال أنا أخبرك ما الفرق بيني وبين أصحاب النبي، لا تخبرني أنت، أنا أخبرك. قال أخبرني. قال نمت البارحة فرأيت في منامي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما أنا أقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بسيارة من بعيد تأتي وهي سريعة تريد أن تداهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا هذا ادفع عني هذه السيارة. قال فلم أجد ما أفعل، ذهبت أبحث عن حجر أو شجر أو خشب كي أعطل هذه السيارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقف إلى جانبيه صحابيين فقال لهما انظرا، فجاء هذان الصحابيان ولقى صدورهما إلى هذه السيارة وانتهى منامه. فقال الآن عرفت مكاني وعرفت ما هو الفرق بيني وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسجون بأنفسهم وبأموالهم. انظروا هذه أم عمارة، امرأة في غزوة أحد وقتل الكثير من الصحابة، وكانت تلك لما عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل الرماة فانقلبت المعركة من نصر إلى هزيمة، فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم، شج رأسه، كسرت رباعيته، سال الدم من وجهه الشريف، سقط النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم ورمقه المشركون فتوجهوا إليه كي يقتلوه. وقفت امرأة وتلقت بصدرها، ولما ضرب المشرك بسيفه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم تصدت له بجسدها فانغمس السيف في كتفها، فيقال أنه انغمس قال
هذا الجرح. امرأة تفتدي بنفسها. وانظروا هذا صحابي آخر. هذا صحابي آخر في غزوة أحد. هذا صحابي آخر في غزوة أحد كان يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه هذا الصحابي وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكان يضرب بقوسه إلى أن تكسرت قوسه. وجاء رمح من بعيد وليس لديه لا رمح ولا سيف ولا قوس. جاء رمح من بعيد تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من هذا الصحابي إلا أن يتلقى الرمح بوجهه فيدخل الرمح في جبينه فتخرج عينه وتسيل على يده، وينجو النبي صلى الله عليه وسلم. ويذهب هذا الصحابي وعينه في يده فيقول يا رسول الله انظر، فيأخذ الحبيب صلى الله عليه وسلم وارجع إلى السير وإلى التراجم ويأخذ هذه العين ويرجعها إلى مكانها ويمسح عليها بيده فيقول والله إنها أصبحت أصح من العين الأخرى. الحبيب صلى الله عليه وسلم خرج يوما من الأيام إلى الكعبة يصلي، فرمقوه الكفار والمشركين فذهبوا إليه وانهالوا عليه ضربا وانهالوا عليه شتما، وكان حبيبه ورفيقه وصديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رأى هذا المشهد فانقض وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. فانهالوا عليه ضربا إلى أن سال منه الدماء وأغمي عليه، فذهبوا به إلى بيته ومكث بضعا من الوقت. وانظروا إلى أبا بكر الصديق، انظروا إلى ذاك الحب الصادق، إلى ذاك الحب الخالص لما أفاق والدماء في جبينه والآلام في كل جسده، لما أفاق لم يلتفت إلى شيء فقال هل حبيبي بخير؟ هل رسول الله بخير؟ أحملوني الآن إلى رسول الله. فنظر إليه أبوه قال التفت إلى جراحه إلى دماء، قال الآن أريد أن أطمئن على رسول الله، أريد أن أطمئن على رسول الله. فحملوه وهو يماثل بين رجلين، فلما نظر إلى رسول الله فوجده معافى قال كل شيء يهون بعدك يا رسول الله. وانظروا إلى هذه المرأة وهي واقفة بعد الغزوة تنتظر الناس وهم راجعون من الغزو، فيأتيها الأول فيقول لها مات زوجك، فتقول له ماذا فعل رسول الله. ويأتيها الثاني يقول لها مات أخوك، فتقول ماذا فعل رسول الله. فيأتيها الثالث يقول مات ابنك، فتقول ماذا فعل رسول الله. ثم يأتيها الآخر يقول رسول الله خير، فتقول كل شيء بعدك يهون يا رسول الله، كل أمر بعدك جلل يا حبيبي يا رسول الله. محبة عظيمة، محبة صادقة، هذه المحبة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. انظروا إلى أشباه الإسلام، أعمارهم كانت 13 و14 معاذ ومعول، كان في الساحة شبلان صغيران يبحثان عن صنديد من صناديد الكفر، يبحثان عن رأس من رؤوس قريش، يبحثان عن متغطرس وشرير. وطالما آمن الرسول صلى الله عليه وسلم أبا جهل، ومن يقرب أبا جهل، فكان يقف عبد الرحمن بن عوف الصحابي المبشر بالجنة، كان يقف قال بينما أنا أقف على فرج وإني غلامين، قال وهو يقول يا عم قال أقول ما بال؟ قال أرني أبا جهل. قال وماذا تريد من أبا جهل؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله نحر دون نحره، أمي قالت لي لا ترجع حتى تقتل هذا الرجل، سمعت أنه يسب ويشتم رسول الله. ثم قال على الجانب الآخر يقول يا عم ماذا تريد؟ أرني أبا جهل.
ماذا تريد من أبا جهل؟ قال سمعت أنه يسب ويشتم رسول الله، نحن دون نحن نحن نقول. قال نظرت إلى صغاري فلم أعبد إلى أمرهما. قال فلما نظرت إلى شخص رأيتهما كالأسدين. قال وإذ أنا قال بأبا جهل وهو يتبختر في خيلائه في ساحة الرمل. قال فقلت له هذا صاحبه. قال فانقضى عليه بالأسدين فضرباه ضربة على رجليه فسقط مغشيا عليه، وانطلق جاريين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما سيفه يقتل بالدم وكلاهما يقول يا رسول الله أنا قتلت أبا جهل أنا قتلت أبا جهل. حدود السنين نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك وبقي في سكرات الأخيرة ولحق عليه عبد الله بن مسعود فركب عليه. وعمر فؤادك بالتقى فالعمر مع حدود السنين. كان هناك أمير من أمراء المغول، هذا الأمير تنصر ودخل في النصرانية، فجاء حذوه أمراء من النصارى فأراد أن يزين مجلسه. فلماذا زين مجلسه؟ أخذ يسب ويشتم في النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في جواره كلب صيد أكرمكم الله كان مربوطا بحبل، وبينما كان يشتم النبي صلى الله عليه وسلم ويشير بيده انقض عليه الكلب وعضه في يده. فنظر إليه أحدهم فقال عضك الكلب إنما من سبك وشتمك لمحمد فكف. قال لا، قال هذا الكلب عزيز نفس رآني أشير بيدي فظن أني سأضربه فعض يدي. قال إذا ننظر ونختبر. فأخذوا هذا الكلب ووضعوه وراءه فقال له أعد الكلام وأعد ما قلت حول محمد صلى الله عليه وسلم. فأعاد الشتم والسب فانقض عليه الكلب وما تركه إلا قتيلا. عتبة ابن أبي لهب لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب امرأته حمالة الحطب، اغتاظ لما نزل في أمه وأبيه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فلطمه وشق قميصه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلت عليه كلبا من كلابه. فذهب في سفر وبينما هم في سفر نزل عليهم الليل فخيموا في واد وإذا بينما هم كذلك فمر سبع أسد ضار مر بهؤلاء القوم فتفرس القوم في أعينهم وكأنه يبحث على أحدهم، فمر بالأول والثاني والثالث ولم يؤذي أحدا. فلما نظر إلى عتبة انقض عليه وقطعه إربا في ليلتها دفاعا للحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مصعب ابن عمير ذاك الفتى المدلل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اللواء فكان يتقدم ويرفع الراية وينادي لا إله إلا الله ويرفع العزيمة. فلما انطلق الخبر في غزوة أحد وشاعت الأكذوب أن محمدا مات توارى كثير وخذل الكثير وكان شابا فقال له قوموا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وتقدم وهو يرفع اللواء وهو يردد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فلما رأوا المشركين تلك الشحنة خافوا أن ترجع الشحنة في جيش المسلمين فتوجهوا إليه بسيوفهم فقطعوا يده اليمنى فأخذ اللواء بيده اليسرى وانطلق وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فقطعوا يده اليسرى فأخذ اللواء وضمه بصدره وهو ينادي وما محمد إلا رسول قد
الله شيئا، وضربوه بالرماح وبالسيوف حتى أدخلوه فسقط وهو يحمل اللواء معه، سقط وهو شهيد ويردد وما محمد إلا رسول. ثبات على حب النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد سيف الله المسلول كان من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتفظ بشعرات النبي ويضعها تحت عمامته، فيقول والله ما وجهت بها أحدا وما دخلت بها غزوا إلا وفتح الله علي. الإمام مالك إمام دار الهجرة كان حينما يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب ويتطهر ويتوضأ ويجلس جلسة معتدلة كلها وقار وكلها احترام للنبي صلى الله عليه وسلم. إمام دار الهجرة 40 سنة يأبى أن يركب الخيل، أبى أن يركب الخيل أو الإبل في المدينة، فقيل له لماذا؟ كان يمشي دائما على رجليه. تنظروا لماذا؟ قال أخشى أن تطأ هذه الدابة موضعا وطأه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان كل ليلة ينام فيأتيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، كان يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. إمام أهل السنة ذلك الذي ابتلي في قضية خلق القرآن، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كان من فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن له شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا نزل بي المرض واشتد بي الكرب ونزل بي البلاء أخذت شعرة الحبيب صلى الله عليه وسلم فغمستها في كأس الماء ثم أخرجتها وشربت الماء فذهب ما كان بي. إمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال إذا ضاقت بي الدنيا ونزل بي الكرب قال أخذت شعرة رسول الله. والمتحدث هو عبد الله ابن الإمام أحمد قال كان يأخذ شعرة رسول الله فيقبلها من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. كان معه 3 شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. أوصى ابنه قال عندما أموت ضع شعرة على عيني اليمنى وشعرة على عيني اليسرى وشعرة على فمي. عندما أبعث يوم القيامة أول ما يفتح عليه بصري وفمي هو أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إن الله بدأ بأمر وثنى به بملائكته فقال في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا تحرمنا شربة من يده يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رؤيته وجواره في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. يا رب لا تحرمنا لقيا الأحبة محمدا وصحبه. يا رب لا تحرمنا لقيا الأحبة محمدا وصحبه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. بارك الله لي ولكم.